السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفترة اللي فاتت شفنا لغط كتير قوي، اخبار كتير قوي عن الاقامات اللي بتترفض وعن التأشيرات اللي واقفة، ومحدش عارف السبب ايه، ومحدش عنده معلومة على فكرة مؤكدة في الامارات يقول لك ان السبب ايه، سواء الاقامات اللي بتترفض او التأشيرات اللي بتترفض، محدش عارف السبب ايه. فانا جاي اتكلم معاكم النهارده في التأشيرات والاقامات واللغط اللي بيحصل الفترة الأخيرة دي. اخر 3 شهور شفنا احداث كتير قوي، محدش فاهم حاجة، محدش فاهم حاجه خالص. ناس بتطلع اجازات وبتترفض، الاقامه بتاعتها بتتكنسل، محدش عارف السبب ايه، وحتى التاشيرات كمان. الفتره اللي فاتت اخر 3 شهور يعني، او بعد الحرب عموما يعني، في مشكله في الموضوع الاقامات المصريين عموما يعني. خليك معايا الفيديو ده نتكلم بصراحه كده الاسباب ايه، وما تستناش مني ان انا اقول لك حاجه معلومه مؤكده، لان مفيش حد عنده معلومه مؤكده في الامارات كلها، سواء في المسؤولين اصحاب القرار، مستحيل هيقول لك على السبب ايه. وفي نفس الوقت المصريين او المكاتب اللي بتعمل تاشيرات او اللي بتعمل اقامات للمصريين هنا، برضو دول ما عندهمش معلومه. فلازم تحط الموضوع ده كويس قوي في بالك يعني. بس انا بتكلم ايه من منظور ان انا بقالي اكتر من 10 سنين بحتك بالناس كلها هنا، وعارف الناس هنا الدنيا ماشيه ازاي، بيفكروا ازاي، اسباب ايه المشاكل اللي بتحصل الفتره اللي فاتت، ايه سببها. ده من منظور شخصي يعني بحت. وبرضه اقول برضه ايه كام نصيحه كده للناس اللي عايزه تيجي، والناس اللي موجوده هنا بالفعل او اللي كنسلت اقامتهم وهم بره البلد يعملوا ايه يعني. بس خليك معايا الفيديو للاخر عشان الموضوع ده مهم، وانا قصدت ان انا اطلع من غير ما احضر حاجه كده، ابقى بطلع اتفضفض معاكم يعني كاخواتي يعني. اولا نتكلم عن التاشيرات اللي كانت بتترفض اخر 3 شهور او اخر 4 شهور. كانت نسبة الرفض كبيرة قوي يعني لدرجة ملحوظة، وما كانتش بتحصل قبل كده، ممكن آخر 10 15 سنة مثلا، من بعد ثورة 2014 ما حصلش حاجة زي كده، إن كمية الرفض ده لتأشيرات المصريين بالكم ده. بس الحمد لله يعني الفترة الأخيرة أهو طلعت تأشيرات إن الدنيا ابتدت تفتح تاني، وأكتر من 90 95% من التأشيرات ابتدت يتوافق عليها. تمام. بس في ملحوظة برضو محدش بيركز عليها قوي، اللي هي أصحاب المؤهلات العليا فقط، هو بس اللي التأشيرات بتاعتهم بتطلع. المؤهلات المتوسطة أو أصحاب المهن دي لسه فيها كلام يعني 50 50. فاللي مش مؤهل عالي، مؤهل متوسط او اصحاب مهن او اي حاجه تاني غير مؤهل عالي، يحاول يستنى شويه لغايه لما الدنيا تشوف الدنيا تمشي ازاي. نسبه الاقامات او نسبه التاشيرات اللي هي اللي بتتوافق عليها، اللي هو اصحاب المؤهلات العليا، هي دي بس اللي نسبه الموافقه عليها عاليه جدا. فعشان كده بقول لك ايه، مش لسه الدنيا مش مستقره بنسبه 100% في موضوع التاشيرات. بس الحمد لله في بدايه كويسه ان الموضوع ده ابتدى يتوافق على المصريين اصحاب المؤهلات العليا. بس الفكره انت بعد ما تاخد الفيزا هتعمل ايه؟ انت فكرت هتعمل ايه؟ فكرت مثلا هتيجي تعمل ايه هنا؟ خصوصا الوقت ده احنا في الصيف، ان هو مش موسم، مش موسم شغل، مش موسم ان انت تيجي تدور على شغل، مش موسم. الجو هنا حر جدا في الصيف، الواحد لسه اهو خارج من الجيم، والواحد فعلا الجو صعب جدا. احنا لسه قدام 8 الصبح والشمس شديده قوي يعني. فانا بقول لك الواحد ما يبقاش فرحان مثلا ان يجيك تاشيره سياحه او يجي ياخد تاشيره. طب بعد كده هتعمل ايه؟ انت بعد كده هتعمل ايه في المعادله، في الشهاده، في حسن سير وسلوك، في كميه الاوراق اللي انت هتطلبها المطلوبه منك يعني، واللي انت المفروض تعملها مع التاشيره دي. هتلاقي السعر او المبلغ اللي انت بتدفعه زي نفس سعر التاشيره بالظبط يعني. انت بتدفع التاشيره اللي هي الشهرين، وبتدفع قصادها كمان كميه اوراق مطلوبه او معادلات وحسن سير وسلوك واختام وحاجات دي كلها. وكل ده لسه هتيجي تدور على شغل. انا مش بحبطك والله، وبستغرب قوي من كميه البوستات اللي بتنزل على الجاليه المصريه. الناس بتقول لك، الناس بتقول لنا ما تجوش. طب والناس اللي عايشه هناك دي، انتوا عايزين تعيشوا لوحدكم وتتعبوا في ملايين وتقعدوا في فيلل، وانتوا مش عايزيننا نيجي؟ يا حبيبي تعالى يا باشا، انت مش هتاخد من رزق حد والله. لو تفتكر ان الناس بتقول لك كده ان انت خايف تيجي تاخد رزقها او تاخد شغلها، والله العظيم مش كده. هي الفكره الواحد فعلا شايف هنا على ارض الواقع كميه الناس اللي بتيجي وربنا ما بيوفقهاش، وتقعد في الشارع وتقول لك انا عايز لقمه، انا عايز سرير اقعد فيه، انا قاعد في الشارع.
وخصوصا ان الجو دلوقتي جو صعب جدا، انت صعب تمشي في الشارع 10 دقائق على بعض في النهار يعني. فالواحد انا زعلان على اخويا المصري انه يجي يتبهدل هنا، والله العظيم هي دي الفكره. وكلنا كده، مش ان انت خايف ان انت تيجي تاخد رزق والكلام ده. فلازم الواحد يفكر كويس قوي قبل ما ياخد الخطوه دي، قبل ما ياخد قرار ان هو يسافر ويقدم على تاشيره ويبقى فرحان ان التاشيره جات وفتحوا التاشيره للمصريين الكلام ده كله. بس هي الفكره ان التاشيره دي اللي مثلا جاي هنا محتاج يعمل حاجه ضروري، مثلا زوجه واولاد جايين مثلا للعيله هنا شهرين ثلاثه مثلا ويرجعوا، الكلام ده ماشي مقبول. انك انت تيجي تدور على شغل هنا وتبقى فرحان ان التاشيره المصريين فتحت في جو زي ده في الصيف مفيش موسم، عايز تيجي استنى شويه لما الدنيا تتظبط في موضوع التاشيرات دي، وبعد كده تيجي في شهر 10 شهر 11 يكون ابتدى الصيف، الموسم بتاع الصيف السياحه ظهر يعني وابتدى، وتلاقي مثلا في شغل، الفنادق طلبت، المدارس فتحت، اللي عايز يشتغل اي حاجه اداري في مدرسه، كل ده بيفتح في شهر 10 في شهر 11 والدنيا تبقى جميله معاك. فانت ما تستعجلش، نسبه الفرص هنا موجوده ونسبه الشغل موجوده، بس امتى تيجي، امتى تحوش فلوس، امتى تصرف فلوس، امتى تيجي قرار الوقت. تمام، اهم من ان انت تيجي وتدفع فلوس وتدفع فوق ال 100,000 جنيه 150,000 جنيه والكلام ده كله. تمام. فدي بتكلم في ايه، حته التاشيرات اللي فتحت والمؤهلات المتوسطه اللي لسه فيها كلام والكلام ده كله. تمام. فالموضوع ده خلص، وبعد ما ابتدينا نفرح ان التاشيرات ابتدت تظهر، علشان كان في كميه ناس كتير قوي ما عرفتش تنزل اجازه، فكانوا حابين ان ايه، العيله بتاعتهم اللي عنده زوجه اللي عنده اولاد حابين يجوا مثلا الصيف شهرين الصيف هنا يجوا. فالموضوع فتح، والموضوع ده مهم للناس دي اكتر ناس يعني، مش اللي جاي يدور على شغل. اللي جاي يدور على شغل هنا مش موسم، انا قلت قبل كده في فيديوهات ان دلوقتي اللي هو 7 و8 و9 ده مش موسم شغل، ده موسم اجازات هنا للمديرين والموظفين. هتلاقي معظم الشركات بيشتغلوا بنص الطاقه يعني، العمال يعني المديرين والاتش ار والكلام ده كله كلهم نازلين اجازات، كل الجنسيات على فكره. حتى المواطنين بيبقوا هنا اغلبهم هنا بيبقوا مديرين والكلام ده، بيبقوا عندهم اجازات سنويه بياخدوها شهر او شهرين، بياخدوها يعني بيسافروا بره البلد وكده. فهو ده مش موسم. تمام. فخلاص خلصنا كده حته التاشيرات، نتكلم بقى على حته الاقامات اللي بتتكنسل والناس اللي بتنزل اجازات للاسف بتتكنسل اقامتهم. انا عن نفسي، انا اول موضوع ده حصل انا قلت استنتاج يعني، مش معلومه اكد، انا قلت استنتاج ان الناس دي عاملين اقامات حره. واتكلمت في فيديو قبل كده عن موضوع الاقامات الحره ده وايه فكره الاقامه الحره يعني. دي ان شركات بتفتح شركات وهميه بتبيع اقامات لناس، وبعد كده ايه بيدوم لا مانع ان هو يشتغل اي حته غير المكان اللي هو شغال فيه، المكان اللي هو عامل له اقامه يعني، ولا بيديله راتب ولا بيديله امتيازات ولا بيديله اي حاجه، بس بيجي عشان يبقى قانوني في البلد يعمل له اقامه ويقعد في البلد يشوف بقى هو عايز يشتغل بقى ايه، كار ليفت، يشتغل في اي حته بدون اقامه، هو كده كده عامل اقامه سنتين يعني. فهي دي فكره الاقامه الحره. فانا قلت على طول وش كده ان الناس اللي بتتكنسل دي اكيد اقامتهم اقامه حره وما بينزلهمش راتب، فطبعا هم بيعرفوا ان الشركه دي ما بتنزلش راتب للناس دي، ما عندهمش اكونت مثلا على في الحساب مثلا بنكي بينزل لهم راتب كل شهر، فطبعا دي وش كده اقامه حره. فقلت اكيد كنسلوهم وهم بره، علشان لو كنسلوهم وهم في البلد هيقعدوا يدوروا عليهم بقى ويخالفوا ويقعدوا يعملوا بقى نسبه فتره سماح للي عايز يخرج بره الدوله يعني او يعدي الوضع. والليله اللي حصلت دي ايام التاشيرات يعني، كانت موضوع التاشيرات دي كان سببها الموضوع ده. فانا قلت ده السبب وش يعني. اتاري ان في ناس بقى بتنزل على الجاليه ويقول لك لا يا جماعه انا مش اقامه حره، انا شغال مثلا في شركه بترول، شغال شركه خدمات بتروليه، شركات كبيره، شركات فيها فوق ال 50 و100 موظف. فالموضوع ما بقاش مقتصر قوي على اللي عنده اقامه حره او مثلا اقامه مش فيها نسبه حاجه غير قانونيه يعني. الموضوع فعلا مش واضح المعالم، مش فاهم مثلا كل واحد ليه مشكله او ليه حاله غير التانيه خالص. تمام. فالفكره ايه، ان انت دلوقتي فتره غير مستقره تماما في الامارات، سواء في التاشيرات او سواء في الاقامات اللي بتنكنسل. تمام. فنصيحه للناس اللي كنسلت اقاماتهم هم بره، لازم يراجعوا الهويه والجنسيه او الجوازات لو هم حكومه، عشان انا شفت ناس كتير كمان هم للاسف
شغالين في حاجه حكومه او شبه حكومه او جمعيات شبه حكومه وبرده اتكنسلت ومحدش عارف السبب ايه. تمام. يراجعوا الهويه الجنسيه او الجوازات ويشوفوا الموضوع ده ايه، وان شاء الله لو هم اقامتهم قانونيه، ده ان شاء الله الدنيا هتتظبط تاني وهيرجعوا تاني، والشغل بتاعهم يعني اكيد مش هيسيبهم، يعني هيشوف هيتعاملوا معاه، عشان بيبقى الشركات كلها التقيله بيبقى عندهم مندوبين في الهويه والجنسيه برضو بايه، بيراعوا المشاكل اللي بتحصل من النوعيه دي. طب الناس اللي لسه في البلد وخايفين ينزلوا اجازات، انا نصيحتي ليك بجد والله، انا عارف الموضوع صعب، بس حاول تاجل موضوع الاجازات ده شويه، ولو تقدر كمان ما تنزلش اجازه الصيف ده، حاول ما تنزلش، ما تجازفش. تمام. انا كنت في مصر في شهر 5 وجيت في اخر 6 الحمد لله، قبل موضوع الاقامات ده الحمد لله يعني فلت. فانا بقول لك انا لو حصل الموضوع ده قبل ما انزل اجازه، انا والله كنت كنسلت الاجازه، كنت استنيت شويه، كنت ممكن انزل في 9 و10. حتى انا عارف ان الناس بيبقى عندها اجازه الصيف دي مهمه جدا، خصوصا اللي عنده اولاد وعنده اجازات مدارس وبتاع، فهو 7 8 ده اللي يقدر ينزل فيه يرفع عن نفسه يخرج، تبقى مفيش مدارس مفيش مشاغل والكلام ده. بس احنا في فتره انا صعبه جدا، في فتره في الامارات دي انا اول مره اشوفها، بقى لي 10 سنين هنا في الامارات، اول مره اشوف الموضوع ده. فنصيحه للجميع بجد والله، اي حد يحاول ياجل موضوع الاجازات ده شويه، ممكن شهر كمان يعني على الاقل يشوف الموضوع ده. وكمان اللي عايز يجي اجازه او عايز يجي سياحه هنا الامارات، ما يفرحش قوي ان التاشيرات فتحت، حاول تفكر الاول انت هتيجي تعمل ايه، وخصوصا اللي هيجي ده يا جماعه هيصرف مبلغ كبير، يعني مش اقل من 100,000 150,000 علشان يجي الشهرين دول بفيزا وتذاكر واقامه واكل وشرب وفلوس على جنب كده الاحتياطي وحاجات كتير قوي، وبقى في اوراق بقى بيحضرها والمعادله، حاجات كتير قوي. فانت القرار ده مش سهل، فحاول ايه تهدى شويه كده وشوف الدنيا ماشيه ازاي، واول ما الدنيا تهدى خالص ان شاء الله في شهر 10 11 12 الدنيا، يعني الدنيا ما طارتش والله العظيم، الشغل موجود والحياه موجوده والفرص موجوده في اي وقت تيجي، بس لازم تكون مأمن نفسك صح وانت جاي، ده قولا واحدا. لكن بقى ايه يعني النتيجه لكل اللي بيحصل الفتره دي، انا بحاول اقلبها في دماغي كده، انا مش شايف فيها غير موضوع تراكمي بحت. يعني الناس اللي فاكره ان الموضوع ده بيحصل من يوم وليله او بسبب حدث معين حصل فحصل الحوار ده، لا، الموضوع ده يا جماعه تراكمه بقاله كتير قوي، يعني ممكن بقاله 3 سنين مثلا، ده تراكمات المخلفات اللي بتحصل من المصريين اللي كانت بتيجي وتخالف، المصريين اللي بتيجي تعمل حاجات للاسف يعني، تعمل اقامات وهميه للناس وتنصب على الناس، ويقول لهم مثلا تدفع 150 او 180 الف جنيه واجيبك من مصر واعمل لك اقامه واعمل لك اجيب لك شغل والكلام ده، ويجي يعني الشاب يجي المطار يكلمه مفيش، تليفون مقفول، ما يردش عليه، ينصب عليه، والراجل بقى يجي هنا طبعا هيرجع فين؟ هيجي بقى يا في بلد بقى مخالف مش فاهم تايه في الدنيا ده بقول لك نوع من المخالفات اللي بتحصل بسبب حد مصري تسبب في اذيه مصريين تانيين، لان الحسنه بتخص والسيئه بتعم، يعني اي حد بيعمل حاجه حلوه بتنتسب ليه لوحده، لكن اي حد بيعمل حاجه غلط او غير قانونيه فنسبه الناس دي لما بتكتر خلاص بتبقى على المصريين كلها. للاسف احنا كمصريين احنا مش كده، يعني انت عمرك ما هتلاقي مدرسه ما فيهاش مصري او ما فيهاش مصريين كتير، في كل مستشفى هتلاقي دكتور ودكاتره كويسه، يعني مش هتلاقي مثلا محامي قليل، هتلاقي فيه محاميين كتير، مش هتلاقي مثلا شركه ما فيهاش محاسبين مصريين، بس مهندسين مصريين كتير وشاطرين. احنا كافراد والله احنا كويسين جدا، بس في افراد ناس مخها على قدها بتيجي بتسيء للمصريين، وده بيسبب ان الموضوع بيتسبب لكل المصريين بقى بشكل عام، بكميه المخالفين المصريين اللي بتبقى موجوده هنا سواء بمزاجهم او غصب عنهم، يعني في ناس بتيجي بمزاجهم كده، بتيجي شهرين وما ربنا ما بيوفقوش فبيقرر يكمل مخالف، ان هو عندوش فكره ان انا لازم ارجع واعدل وضعي وارجع تاني والكلام ده، لا انا هكمل وزي ما تيجي تيجي. دي نسبه انا مش بتعاطف معاها. وفي ناس للاسف بيتنصب عليها في مصر خصوصا من المحافظات او الاقاليم، بيقول له تاخد 550 الف، عشان ده حصل قدامي والله العظيم، في حصل قدامي كتير. انا زميلي في الشغل من البحيره مصري، تمام، بيقول لي كميه الناس اللي بتيجي من بلدهم وبيدفعوا فوق ال 150 و 180 الف جنيه عشان يقول له انا جايبك شغل واعمل لك اقامه والكلام ده، ويجي وطبعا الكلام ده بيبقى بلح في الاخر وما بيلاقيش شغل،
ولا بيلاقي اصلا الراجل حتى يرد عليه. طب الفلوس اللي انت دفعتها دي فين راحت؟ طب في شغل؟ لا. في اقامه؟ لا. يقعد بقى الشهرين والسلام عليكم وعليكم السلام، ما يعرفش بقى ولا يرجع، ويقعد بقى يدور على حد يدفع له تذكره والكلام ده كله. فيا جماعه بجد يا جماعه، الناس اللي بتيجي وتشغل دماغها في الامارات عايزه تعمل اي سبوبه وحاجه غير قانونيه، انت بتاذي نفسك وبتاذي الناس اللي حواليك وبتاذي المصريين كلها. الجايه كلها بتدفع ثمن انانيتك وان انت بتمشي غلط. فيا ريت كل واحد يراجع نفسه. تمام. انا بقول سبب من الاسباب، انا مش بقول لك ده السبب الرئيسي او ده سبب اكيد من اللي بيحصل دلوقتي او من العك اللي بيحصل دلوقتي. تمام. عشان انا برضو بشوف ناس كتير بتقعد تشتم في المصريين كلها. يا جماعه المصريين كلها مش كلها زي النماذج اللي انت بتشوفها هنا. لا، في ناس كويسه، في ناس محترمه، في ناس بتتقي ربنا، في ناس كويسه جدا ومحترمه جدا، وفي ناس زي اي جنسيه هتلاقي بقى فيها الحلو وفيها الوحش وفيها الصالح وفيها الفاسد وفيها الكلام ده كله. بس النسبه لما تبقى كتير كتير يعني، او النسبه كترت قوي، الموضوع بيخص على المصريين كلها، فالموضوع بايه بيبقى عام كل يعني. فيا ريت الناس كلها تتقي ربنا، وربنا يكرم الناس كلها ان هي تشوف رزقها بالحلال من غير ما تمشي باي حاجه غير قانونيه، وربنا يكرم الجميع. ولو في اي سؤال، اي حد عايز يسال اي حاجه، يبعت لي في الكومنتات، انا هرد عليه بنفسي. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله تكون الامور استقرت، واشوفكم على خير باذن الله. السلام عليكم.